تمام، لعبت. تشيك ميت. ايه ده؟ لا 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 لا، خلاص مش هتعمل تاني. مش هتعمل. ليه يا محمد؟ ده احنا لسه يعني يا دوب لا خلاص. لا. خلاص ما تزعل، هنبدأ من أول وجديد. لا 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 لا، بتعمل من اول لا وجديد. خلاص نبدأ من أول وجديد. من الاول وجديد. لا 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 لا، عشان خاطرك. خلاص شكرا كده، شكرا. يلا بس مع السلامة. بس يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. اتفضل، بيتك شاي ولا قهوة؟ نخش في الموضوع بقى. عنوان حلقتنا النهاردة الاستمرارية. الاستمرارية ممكن تيجي في بالنا إنها الروتين، إني أصحى كل يوم أعمل الحاجات اللي أنا متعود أعملها كل يوم. لكن الاستمرارية كمفهوم بمعنى الالتزام والصبر والثبات على إكمال الشيء اللي ابتدينا فيه، أو الثبات على عمل حاجة بصفة دورية أو بشكل مستمر. حلقة الأسبوع اللي فات اتكلمنا عن البدايات وإزاي نبتدي، بقى عندنا حماس وبدأنا فعلا. عدى يوم، يومين، أسبوع، وبعدين فجأة هوب ما بنكملش. طب ليه يا عم ده يحصل؟ وليه ما بنعرفش نكمل؟ ليه الحماس قل؟ إيه اللي حصل؟ خلينا أعزائي المتابعين ناخد عمر على سبيل المثال. عمر صاحب كافيه وهو اللي بيديره بنفسه، وأول ما ابتدى كان بيفتح عدد ساعات محددة. جه يوم وفتح متأخر عن الميعاد بتاعه ب3 ساعات، وبعدين فتح في الميعاد القديم، وبعدها بيوم قفل المكان لمدة 3 أيام. رجع عمر فتح تاني في الميعاد القديم، وبعدين عمر قفل، وبعدين عمر قفل الصبح وفتح بالليل. تفتكروا كده هيحقق مكسب من الكافيه ولا لأ؟ خلينا متفقين إن بالطريقة دي مش هيحقق أي مكسب، ولنفترض إن هو حقق مكسب، فالمكسب دوت هيكون قليل جدا. طب يا ترى عمر ما كسبش ليه؟ بالظبط، صح عليكم، لأنه ما كانش مستمر ولا كان عنده صبر إطلاقا، وكان كمان مش منظم، فزهق وما كملش زي أغلب البعض فينا يعني. نفتكر مع بعض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أدومها وإن قل، عشان هو عارف النفس البشرية قد إيه بتمل وبتميل للراحة والكسل. عشان كده النهاردة احنا معاكم عشان نعرف ازاي نحل دوت وازاي نستمر ونوصل لهدفنا. قبل ما نبتدي عايزين نعرف ليه بيحصل الملل ده، أو إيه اللي يخلينا ما نستمرش. من أحد الأسباب هو الخوف من الفشل، هو اللي بيخلي الإنسان ما يكملش، أو الخوف بشكل عام من تجربة شيء جديد، وإحنا اتكلمنا عن الخوف في الحلقة اللي فاتت دي. لكن ممكن الخوف لو ما هزمناهوش بالشكل الصحيح هيخلينا ما نستمرش. سبب تاني إنك ما تستمرش أو ما تكملش إنك بتكون مركز على النتيجة وبتكون مستعجل. عشان كده الصبر مهم جدا في أي خطوة بنعملها. خليك صبور بقى. وافتكر مقولة ماري فورليو، واحدة من أشهر رواد الأعمال في العالم: Success doesn't come from what you do occasionally, it comes from what you do consistently. يعني لا يأتي النجاح مما تفعله، بل يأتي مما تفعله باستمرار. في سبب كمان متعلق بالخوف، إنك خايف تغلط. استنى ما اقولك على سر خطير. بصوا بقى كده باختصار، عادي ممكن نغلط زي كل انسان ما بيغلط، يعني عادي، بس الاهم ان احنا نتعلم من الغلط ده. العقبات كمان ممكن تخلينا ما نكملش او نقف. في خطوات بسيطة هنعملها زي ما خطينا مع بعض في البداية، هنكمل سوا لحد ما نبقى احسن في كل حاجة ان شاء الله. جاهزين؟ اول حاجة خالص هنحدد لنفسنا اهداف صغيرة وخطوات بسيطة نكمل بيها. عارفين ليه؟ عشان الهدف كل ما كان بسيط وكان سهل تنفيذه على هيئة تاسكس صغيرة مش هيخليك تحس ان في لود عليك، وهتحس ان حماسك مكمل معاك كمان لبكرة، وهتحس انك بتنجز فعلا. مش هيجي عليك اخر الاسبوع او اخر الشهر إلا لو أنت محقق فعلا إنجاز كبير، وهتحس قد إيه أنت فخور بنفسك وهتنبهر فعلا. تاني حاجة، الوقت اللي كنا بنقضيه في التنفيذ هنقسمه بطريقة مريحة علشان ما نحسش إن إحنا طاقتنا بتخلص وإحنا لسه ما خلصناش. وفي طريقة حلوة جدا 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 هتساعدنا في ده، وهو مربع ايزنهاور أو ايزنهاور ماتريكس. وده بشكل بسيط
بيحدد لنا ايه اللي يتعمل وايه اللي نأجله وايه اللي ما يتعملش خالص. واستنونا الحلقة الجاية هنتكلم عن استغلال الوقت بشكل مفيد. الحاجة الثالثة، اطلب المساعدة من حد تكون بتحبه لو احتجت لده. طلب المساعدة مش عيب على فكرة. 4، وده مهم جدا، لما تحس ان في عقبات قدامك وانت مش عامل حسابك ليها، لما بدأت تقفش وتخاف. حدد الشيء اللي واقف عقبة قدامك ومخليك مش عارف تكمل، شوفه من كل الزوايا والاقتراحات والحلول بتاعته. 5، ودي بقى بنحبها كلنا، ان احنا ناخد بريك لما يحصل لنا بلوك وما نقدرش نفكر او نكون خلاص على اخرنا، فساعتها احنا محتاجين بريك علشان نقدر نكمل، ومش بس نكمل، لا نكمل وبنفس الكفاءة واحسن كمان. البريك ده مش معناه ابدا انك استسلمت، بل العكس، البريك ده علشان ترجع مليان طاقة وعندك حماس كمان أكتر من الأول. على فكرة بقى، الاستمرارية هي سر النجاح في كل حاجة إن شاء الله، وهي اللي هتوصلك لهدفك. في مثل مصري لطيف بيقولك الزن على الودان أمر من السحر. عايزين نفتكر دايما حاجة مهمة قوي، مفيش حد مثالي، كلنا بنغلط، المهم انك تستمر وتتعلم من كل أغلاطك. محدش في الدنيا عارف كل حاجة. هناخد وعد مع بعض من النهاردة كلنا هنحاول سوا اننا نستمر. وابعتوا لنا طرقكم الملهمة في الاستمرار، وناقشونا في محتوى أفكاركم ديت في مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتنا، يوتيوب وانستجرام وفيسبوك. نشوفكم على خير الحلقة الجاية. سلام.